السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. لسه مكملة معاكم في تنضيفات وتوضيبات الشقة الجديدة. دي الأوضة الكبيرة كنا ناصبين السرير بتاعنا، نصبت السراير كلها أصلًا، نصبناها كلها أول يوم ما جينا. تاني يوم بقى يعني نصبناها ونمنا بعد ما طلعنا العزال وكل حاجة، وبعدين بقى نقوم إيه، نشوف بقى هنرص إزاي وهنوضب إزاي. هنخرج بقى كل حاجة، أنا خرجت الحاجات اللي كانت موجودة اللي بتاعة المطبخ حطيتها في المطبخ، وده بقى من فاضل الخشب بتاع الدولاب ومكان التسريحة. اللي أنا بامسحه ده مكان التسريحة، أنا كنست تحتها وفي بقى تراب ناعم كده لازمًا حطيت منظف وكرول أبيض وبامسح بقى الأرضية كده. عايزة أقول لكم منظف فريدة ده بيشيل يعني أي حاجة في الأرض بيشيلها، ما أعرفش إزاي يعني زي ما تقولي الشرشوبة لمّا بتيجي يبقى فيها منظف كده بتشد أي حاجة في الأرضية. فمسحت بقى يعني تحت التسريحة وشيلتها أنا وعمر كده بقى حطيتها مكانها، واللي أنا بافضيه ده بقى اللي إحنا بنفضيه أنا وعمر ده مكان الدولاب. هنمسحه بقى كويس أوي، هاكنسه برضه وامسحه كويس أوي، لإن الدولاب ده يا جماعة بيقعد سنين على بال ما يعني ما بنشيلهوش خالص، بس أنا بييجي لي أوقات كده بافضيه خالص وانضف تحته. أنتم عارفين يعني اللي متابعني عارف. ده فتحي يا جماعة اللي بيشيل أول مرة يظهر في القناة، فهو بيساعدنا بقى أي حاجة تقيلة هو بيشيلها. خلاص بقى ادّى الكاميرا لعمر يعني وشال بقى هو بقى الحاجات التقيلة دي. كنست بقى تحته كويس أوي وهامسح تحته بالمنظف زي ما قُلت لكم بننظف فريدة والكرول الأبيض. بالشرشوبة بقى أهم حاجة، كل أوضة باغيّر مَيّتها لإن الترابة ناعمة أوي يا جماعة. ما باحبش أنا بقى كنت عايزة أكُب مَيّة كده وامسح، بس هو بصراحة نضيف، ما فيش غير الترابة الناعمة دي بس. الشرشوبة بتلمّها كويس أوي مش عايزة بقى يعني وجع قلب على الفاضي. يعني اليومين دول أصلًا مرمطة كده، بامسح كويس وهنمسح تاني إن شاء الله، يعني مش آخر مرّة. اليومين الجايين دول كل شوية هاشيلها كده وامسحها عشان تنضف، ما يبقاش فيها أي ترابة ناعمة وتبقى حلوة. مسحت بقى تحت الدولاب كويس أوي، هاسيبهم هُم بقى يركّبوه. وهاروح بقى نعمل لهم الغدا، مع إني ما كنتش لسه ركّبت الحوض بتاع المطبخ، بس إحنا بنتصرّف يا جماعة. يعني الست المصرية كده في أي حتّة بتعرف تتصرّف نَفْسها. جِبت بقى الفراخ دي كانت عندي في الفريزر وكنت مطلّعاها من قبلها بيوم وحاطّاها على رف التلاجة كده. شِلت بقى أي حتت زيادة فيها كده لإنها هي ساسو، فراخ ساسو اللي هي بلدي يعني، مش بيضا. فنضّفتها كويس أوي بقى لو فيها أي حاجة، وشِلت أي حاجة زيادات فيها، وهانقعها بقى بليمون وملح. شايفين بقى أنا حاطة الجردل ده، بنغسل فيه بقى هو الفوطة بس بنشطفها مكان الشاي عشان كده المَيّة فيه غامقة أوي. بس أنا باحاول ما فيش أي حاجة تُقع فيها ولا أي حاجة نضّفتها كويس أوي، حطيت عليها ملح بقى، وعمر نزل جاب لي ليمون وجاب لي ملوخية. هنعمل بقى شوية ملوخية حلوين كده، وعملت طبق رز برضه، يعني عملت أكل يعني، لإن بقى لهم يومين ياكلوا من برّه في يوم ما نقلّق، وهُم ما بيحبوش أكل برّه خالص يا جماعة. فأنا اتصرّفت بقى حاولت أصرّف نفسي كده بحلتين وأي حاجة من الكراتين، اللي ما كنتش لسه رصيت المطبخ. فأنا رصيت في اليوم ده المطبخ. ما صوّرتش معاكم المطبخ لإن أنا كنت مصوّرة الفيديو اللي فات وأنا منضّفاه، اللي ما شافش الفيديو يشوفه يا جماعة. بس بقى المَيّة غلت وحطيت الفراخ. بعد بقى ما كنت لو في مواعين غسلتها أو أي حاجة، وبرضه رايحة وجاية عليهم أناولهم أي حاجة كده وهُم بيعملوا، وأعمل لهم شاي وكده يعني يا جماعة لازمًا نخلّي بالنا منهم. حطيت بقى بصلاية وحطيت شوية كمون وأغطي بقى على الفراخ، وهاروح بقى عمر مستلك معاهم في الأوضة يعني ضيّقة عليهم، فقُلت له: "خُد وأنت قاعد نقطّف لي شوية الملوخية دي عقبال ما آجي." ما كنتش أعرف بقى إن أنا هاخلّص وآجي له، لإن هو بيزهق بسرعة، وكان في موضوع بقى بيكلمني فيه وهو متضايق أوي كده، بس يالّا بقى يا جماعة. المهم قطّفنا بقى الملوخية ودخلت غسلتها وخرّطتها، وما جبتش ده بقية الأكل يعني معاكم، عشان تنضيفات الأوضة برضه كتير وما اطوّلش عليكم الفيديو. خلاص بقى كده رصّوا الدولاب، شايفين بقى الدولاب بيترص بياخد كل الخشب ده، فالدنيا بتروق. الشنطة دي بقى كان فيها شوية حاجات بلاستيكات كده خرجتها المطبخ، والحافظة دي نضيفة اللي محطوطة على السرير دي. نضيفة بس هي ما أعرفش حطّوا عليها إيه، عملت في سِدَة ضهري يعني مش مشكلة. والدفاية دي كمان نضيفة كنا متغطيين بيها. هالِم بقى الحاجات دي، أنا بامسح هنا تحت الحيطة، تحت الحيطة. بامسح جنب الحيطة علشان هاشيل المرتبة أوقّفها عليها ما تتوسخش يعني. وبرضه ركّبوا مراية التسريحة بعد ما شدّوها، مسحت تحتها تاني، وهانقلها بقى مكانها، مش هيتغيّر بقى مكانها تاني. هاشِد بقى مكانها، وهي ليها يعني رجول كده فبتتزحلق بسرعة كده على السيراميك. أنا بامسح وباسيب الأرضية تنشف، وبعدين أزُق الحاجة مكانها. بس كده بقى هاشيل الحاجات اللي عليها دي كنت طبقتها، والمخدات بقى المصاحف دي هاحطها على المكتب. الدرج ده الوحيد يا جماعة، شايفين الدرج ده كل ما أفتحه كل ما أقفله يفتح، بس هو خلاص بقى تقريبًا من
من النقل يعني، بس أنا اتقفل بعد كده بعد ما رصيت فيه الحاجات بقى يقفل عادي. بس بقى زي ما قُلت لكم أنا كنا حاطين السرير وما حطيتش بقى تحته الهدوم الشتوي، زي ما أنتم عارفين برضه معايا اللي متابعني إن أنا بارُص الهدوم الشتوي تحت السرير كده، لإن هو عامل زي دراج كده. الكابوتونيل بقى بتاع السرير ده كان كلّه تراب، فجِبت بقى الفوطة دي أنا جايباها جديد، مسحت بيها بقى جايبة 2 كنت جايبة واحدة للمطبخ مسحت بيها، ومسحت بقى للسرير، لإن الفوط اللي عندي فوط الفوط الميكرو فايبر دي بتبقى حلوة أوي في المسح. أي حد بقى بينقل كده زيي أو أي حد بينضّف يخلّي باله ويجيب الفوط دي بتريّح كتير أوي في التنضيفات. مسحت بقى الشباك معايا بالمرّة والكابوتينيه بتاع السرير والسرير كلّه، وعايزة أقول لكم الخشب بتاع الدولاب كل ضرفة كانوا بيركبوها كنت بامسحها، عشان برضه كانت مليانة تراب أوي يا جماعة مطرح ما حلّينا ونزّلنا وطلّعنا، فلأ باحب شايفين التراب الناعم ده كلّه كان كده، فمسحت كويس أوي، مسحت بقى الأباجورات كلّها والتسريحة كمان. لأ أنا خلّيت الأوضة بصراحة أنا راضية عن الأوضة أوي بعد ما فرشتها كمان، فرشنا بقى الملاية، أنا بقى اللي فرشتها لي، هتشوفوا معايا بقى برضه معانا ناس بتساعد يعني يا جماعة مش أنا لوحدي برضه، فهتشوفوها بقى وهي بتساعد معايا، وكمان بصراحة تعبوا معايا جامد، فهتشوفوا برضه معايا مش هاحرق لكم الفيديو. بالمنظف برضه هامسح تحت السرير كويس أوي بعد ما مسحت حتى الألواح اللي في الأرض دي كله، والدولاب كمان هامسكه بقى برضه زي ما قُلت لكم أنا كنت ماسحاه بس الأضراف المرايات دي برضه اتطربت هامسحها تاني، ومكان ما كانوا بيقفوا في قلب الدولاب كده ويركبوا برضه في تراب، هامسح تاني برضه إيه على خفيف كده وإحنا بنرص. شايفين بقى السيراميك ده جميل أوي يا جماعة كل ما امسحه بالمنظف ده والكرول الأبيض عايزة أقول لكم بيضوي كده طَي. نضفت بقى كله عشان أجيب بقى الملايات اللي أنا بافرشها لإن في فرق بسيط ما بين اللوح والأرضية. الملاية بقى بادخّلها كده وباغطّي على الهدوم كويس أوي، عايزة أقول لكم باجيبها في آخر السنة ما بتبقاش عايزة أي حاجة وبتبقى ريحتها جميلة. هارُصّها بقى رَص كده زي ما أنتم برضه كنتم شايفين معايا قبل كده، خلاص بقى كده بعد ما مسحت الأرضية كلّها، هُم جابوا لي بقى الأكياس عمر وفتحي وهنا وكُلّنا، حوّلنا الأكياس دي وال والبُقَّج اللي إحنا كُنّا عاملينها، أنا كنت عاملة اللفة الملاية دي بالهدوم التقيلة يعني زي الدفايات، المخدات، كنت عاملة فيهم كده في الملايات عشان الأكياس، إنّما معظم الهدوم حاطّاها في أكياس زي ما أنتم شايفين كده، عايزة أقول لكم ما جرالهاش أي حاجة، و وبرضه في الشتا يعني فوقت الشتا هابقى أطلّع مغسلهم، قُلت لكم باي باي بقى كده، وحطيت بقى لفّيت الهدوم كلّها شايفين بالدفاية وحطيناهم، قعدنا عليهم بقى كلّنا كده وعملنا كوباية شاي، كلّه قعد على الألواح دي، وعملنا كوباية شاي وشربناها عشان تتبطط كده وتنزل، بس كده هُم كده ظهروا معانا بقى جنى وقدّومة، ومسكت بقى أنا الفوطة ومسحت الدولاب كويس أوي، المرايات، وأنا هامسحهم تاني، هي جيّرت شوية كده بس هابقى أمسح تاني بقى مع نفسي، بس أشيل التراب خالص، أهم حاجة أشيل التراب. قدّومة بقى قعد يغلِّب فيّا ويلعب معانا كده يدخل في قلب الدولاب ويقعد قدّامي، ونقفل عليه ونهزر شوية مع بعض، يعني مش كل حاجة هرْس برضه يا جماعة كده، لازمًا نخلّي في جو كده وإيه، وروح حلوة كده عشان الشغل يطلع حلو. شايفين بقى مسحت الدولاب كلّه، أنا باخد الفوطة دي واروح أغسلها كويس أوي بالشاور والأريال، تبقى ريحتها حلوة أوي وأمسح بيها، بتلِم بقى التراب لَم كده، شايفين بقى عاوز يشغّلنا بأي حاجة، مثلًا ما كنتش باقفل عليه يعني أنا جاي باقفل بس أنا بافتح بسرعة عشان ما يخافش. بس كده بقى يا جماعة سِبته يلعب مع نَفْسه، هامسح بقى أكمّل، وبعدين بقى هنرُص الدولاب ونيجي نمسح بقى الأوضة أنا وهنا ونخلّص بقى يا رب الفيديو يا جماعة يكون عاجبكم وتنضيفات بقى الشقة الجديدة، إن شاء الله في الآخر هابقى أعمل لكم جولة بقى للشقة كلّها بعد ما خلّصت. أنا خلّصت بس فاضل حاجات بسيطة كده، وفاضل الستاير بس احتمال ما أركبهاش بقى دلوقتي يعني الجو حَر، آمم هاتابع معاكم بقى إن شاء الله لمّا أركبها هاورّيكم كل حاجة. بس بقى كده يا جماعة حتى المواسير دي برضه عشان مكان التراب وكده مسحت كلّه تاني. المفارش بقى أنا كنت غاسلاهم، كنت شايلة المفارش كلّها من تحت الهدوم وغاسلاهم وناشفين وحطيتهم بقى في الدرج ده وما شِلتهمش تاني، يعني حطيتهم عشان أعرف إن هُم موجودين هنا إيه، هنمسح بقى ونفرش على طول. بس بقى كده هنرُص الهدوم ونمسح بقى الأوضة وهنا هتفرش بقى الملاية هتتبرّع وهادخل بقى على الأوضة التانية، استنوا بقى الفيديو الجاي بقى فرشت أوضة فتحي وأوضة عمر ويوسف. يا رب الفيديو يكون عجبكم وما تنسونيش باللايكات والاشتراكات زي ما قُلت لكم، وتصلّوا كده على سيدنا النبي محمد، وتقولوا لي رأيكم بقى في الشقة بعد الفرش، وتقولوا لي رأيكم في التنضيفات، و ولو في أي حاجة يعني ليكم رأي في أي حاجة أنقل دي أحط دي مكان دي، تقولوا لي بقى على طول. إن شاء الله يعني ونغيّر كده وننضّف كل شوية مع بعض،
لإن الشقة جميلة وتستاهل كل شوية كده أصوّر فيها وتقولوا لي رأيكم فيها إن شاء الله. هنا بقى مسكت الأرضية كلّها كنستها كويس أوي، وأنا بقى بالشرشوبة كده وراها، هي الأوضة مش كبيرة بس بجد جميلة ومش باين إن هي صغيّرة، واخدة الأوضة وشكلها حلو جدًا، وهابقى أوريها لكم بقى في الآخر يعني كده إحنا بنصوّر على قد كده عشان إحنا موجودين، بس بعد كده هاجيبها لكم بقى كلّها كده وتشوفوا الدنيا فيها إيه. بس بقى كده كنت خايفة على قدّهم لا يتزحلق من المَيّة، بس خلاص بقى إيه خلّصت الأوضة نشفت كمان، هتيجي بقى هنا هتفرش بقى الملاية، يا رب يخلّيهم لي يا جماعة تعبوا معايا. وخلاص بقى كده شايفين جمال الأوضة، رصينا بقى كل حاجة على التسريحة، الخداديات دي مش بتاعة السرير، بس أنا شِلتهم هاخرجهم لإنهم أصلًا عايزين يتغسلوا، بس بقى كده يا جماعة يا رب يكون الفيديو عجبكم.